السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة تالتة إعدادي، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وعافية إن شاء الله رب العالمين. وحشتوني جدا 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 جدا، وإن شاء الله رب العالمين النهاردة معايا محافظة جميلة جدا، محافظة إسماعيلية، محافظة رقم 9 في امتحانات 2025 ترم أول جبر إن شاء الله. أول مجموعة بتقول اختر الإجابة الصحيحة. طبعا اتفقنا 9 أسئلة اختياري. يلا يا صديقي نبدأ بسم الله. بيقول لي جذر س بيساوي 4. خدنا زيها في المحافظة اللي فاتت تقريبا ولا قبلها. بنسأل سؤال جذر كام يديني 4؟ قال لي طبعا جذر 16. جذر 16 يدينا 4، يبقى الس بتاعتنا بكام؟ ب 16. شوف السؤال الثاني. ن س تربيع بتساوي 9، ن ص تربيع بتساوي 16، عايز ن س ضرب ص. طبعا ديت ن س تربيع. بص يا استاذ، على طول تاخد الجذر تجيب لي النون س، يعني جذر التسعة يديني كام؟ 3. نفس الوضع دي ن ص 2، يبقى ن ص هناخد جذر 16 تديني كام؟ 4. يبقى لما يقابلك ن س 2 خد جذرها تجيب ن س. انا عايز ن س بس، مش عايز ن س 2. ن ص 2 اخد جذرها يبقى ن ص بكام؟ ب4. هو عايز ن س في ص، يعني هتضرب الثلاثة في 4 تديني كام؟ 12. الإجابة رقم ب. خد بالك من السؤال ده عشان حلو. ص تتغير طرديا مع س، وكانت ص بتساوي 5 عندما س بتساوي 3، فإن ثابت التغير كام؟ تعالى كده نمسك دي نفكها. بما أن ص تتغير طرديا مع س، إذا ص اتفقنا علامة التغير بنشيلها ونحط مكانها بتساوي مين؟ والسين تنزل. طيب الصاد بكام؟ قال لي الصاد ب5 بتساوي الميم تنزل، بينهم علامة ضرب، السين بكام؟ ب3. تمام. وبعدين قال لي وبعدين هنقسم على الرقم اللي جنب الميم. ميم جنبها كام؟ 3، يبقى يمين وشمال على 3. وبعدين 3 دي تروح مع ال3 دي تطلع الميم بتساوي 5 على 3. ايه ده يا استاذ؟ هو ده ثابت التغير، هو ده ثابت التناسب. يبقى الإجابة بتاعتنا 5 على 3، الإجابة رقم ج. السؤال الرابع بيقول لك إذا كان ب أصغر من الثلاثة. خد بالك ب أصغر من الثلاثة. يعني إيه ب أصغر من الثلاثة؟ يعني الب دي عبارة عن 2 1 0 والسوالب. فبيقول لك فإن النقطة 5 وب ناقص 3. تعال ناخد أي رقم من دول نحطه مكان الب ونشوف الربع بتاعها. يبقى أنا هشيل الب دي وأحط مكانها 2. يبقى أصبح الزود بتاعي الخمسة زي ما هي ثابتة أهي. 2 ناقص 3 سالب 1. معايا نقطة 5 وسالب 1. الإشارات إيه بتاعت الزوج؟ 5 وسالب 1. كده أنت معاك موجب سالب، وموجب سالب دوت صفة من صفات الربع الرابع. موجب سالب رابع. السؤال الخامس. إذا كانت النقطة 2 وكاف تنتمي لبيان الدالة، ودي دالة س بتساوي س زائد 3. بص يا أستاذ الفاضل، في ثوابت كده لازم تبقى عندك. طالما مديك نقطة، النقطة دي تسميها س ص. يعني كده السين بكام؟ ب2، والصاد بكام؟ بكاف. تعالوا نعوض بيهم هنا. طيب السين بكام قلنا؟ السين ب2 زائد ال3 تنزل بتساوي، اساويها بالكاف اللي هي قيمة صاد. ما هي دالة س دي معناها صاد. دالة س معناها ايه؟ صاد. دالة س هي صاد. طيب يبقى الكاف بتساوي 2 و3 5. يبقى الإجابة بتاعتنا رقم ألف إن شاء الله. السؤال رقم 6 حلو قوي 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 السؤال ده. بيقول لك 2 أس 25 بتساوي 2 أس 24 زائد كام؟ طبعا لو حطيت الواحد ده ما ينفعش، ولو حطيت لي 2 ما تنفعش، ولو حطيت لي 24 ما تنفعش. ما فيش حاجة تنفع إلا 2 أس 24 زيها. طالب يقول لي ازاي؟ اقول له تعالى، لو انا معايا 2 أس 24 زائد 2 أس 24 تعرف تفكها لي؟ قال لي هاخد 2 أس 24 عامل مشترك، مش هي موجودة هنا وهنا؟ هاخد واحدة منهم عامل مشترك، وبعدين 2 أس 24 على 2 أس 24 يديني 1، زائد 2 أس 24 على 2 أس 24 يديني 1. تمام. 2 أس 24 اللي بره تنزل، نشيل القوس بعلامة ضرب، 1 زائد 1 2. تمام كده؟ طب الاتنين دي أس كام؟ أس 1. وفي حالة الضرب من أولى إعدادي بننزل نفس الأساس ونجمع الأسس. 24 1 يبقوا 25.
طب ما انا كنت اصلا بقول لك 2 اس 25 بتساوي كام؟ بتساوي 2 اس 24 زائد 2 اس 24. وضحت لك الشرح اهو عشان خاطر تبقى فاهم انا جبتها ازاي كده. السؤال السابع بيقول لك اذا كان دالة س بتساوي 4. خد بالك دي دالة ثابتة، وطالما ثابتة لو طلبت منها اي حاجة بتديني قيمة الثابت. يعني لما اقول لك هات دالة 2 تقول لي ب4، هات دالة 5 ب4. طب انا بقول لك دالة 2 علاقتها ايه بدالة 3؟ تعال نجيب كده الاول دالة 2. دالة 2 يعني اشيل كل س واحط مكانها 2. هنا في س احط مكانها 2؟ لا، تبقى تديني 4، تديني الثابت اللي موجود. طب هات لي دالة 3. يعني ايه دالة 3؟ قال لي دالة 3 يعني اشيل كل س واحط مكانها 3. اشيل كل س واحط مكانها 3. طب ما فيش س يا استاذ، خلاص يبقى الثابت ينزل برضه. يعني اصبح دالة 2 هتبقى ب4، ودالة 3 برضه ب4. طب ما دي 4 ودي 4، يبقى نختار ايه؟ نختار علامة يساوي اللي هي الإجابة رقم ب إن شاء الله. السؤال الثامن إذا كان ص بتساوي 9 س، يبقى التغير هنا إيه؟ صلي على رسول الله. هنا الصاد في طرف والسين في طرف، يبقى ده تغير طردي. طالما تغير طردي ابعد عن أي حاجة فيها كسر، أو أعلمك حاجة وأعلمك حاجة. مش أنت بتقول صاد بتساوي 9 س؟ تعالى طلع العلاقة كلها. هتنزل الصاد، نشيل اللي يساوي بعلامة التغير وننزل السين، يبقى أنا عايز صاد تتغير مع س. هو مديني صاد، يبقى أنا عايز إيه؟ عايز س. هي دي الإجابة الصح. تيجي أثبت لك الباقي غلط إزاي؟ ده عكسي ما ينفعش، وده عكسي ما ينفعش. دي مش علاقة ولا طردي ولا عكسية، ما تنفعش. طيب السؤال رقم 9 من مقاييس التشتت. مقاييس التشتت عندنا مقياسين: مدى انحراف معياري. شوف مين موجود عندي في الاختيارات. عندي مدى اهو، يبقى الإجابة رقم د. كده أول 9 أسئلة اختياري في المجموعة الأولى تمام والحمد لله. هروح بعد كده للسؤال رقم 10. السؤال العاشر هو عبارة عن علاقة ودالة. سؤال العلاقة والدالة. هنا بيقول لي س بتساوي ص بتساوي، قلت لك اللي يخصك كلمة تعني أن، هحط اللي بعدها برواز أ زائد ب بتساوي 5. اكتب بيان ع. هنروح نقول له ع بتساوي، هنفتح قوس مجموعة. عندي كام عنصر في س؟ عندي 4 عناصر في س، كل عنصر ياخد رقم 0 1 2 3. وبعدين هقوم منزل تعني أن قدامي أ زائد ب بتساوي 5. وبعدين هتشيل الألف وتحط الرقم الأولاني اللي حطيناه في الزوج، هتحط 0. اقرا العلاقة الجديدة. 0 زائد ب بتساوي 5، يبقى الب بكام؟ 0 زائد كام يديني 5؟ 0 زائد 5. ال5 موجودة في الصاد؟ لازم أنا أتأكد إن هي موجودة. حط لي العنصر الثاني 1. اقرا العلاقة الجديدة. 1 زائد ب بتساوي 5، يبقى الب بكام؟ قال لي يبقى الب ب4. موجودة ال4؟ موجودة، يبقى 1 و4. العنصر الثالث 2. 2 زائد ب بتساوي 5، يبقى الب بكام؟ قال لي 2 زائد كام يديني 5؟ 2 زائد 3. 3 موجودة؟ موجودة، يبقى 2 و3. حط لي العنصر اللي بعد كده 3. 3 زائد كام يديني 5؟ 3 زائد ب يساوي 5، يبقى الب بكام؟ 3 زائد كام يديني 5؟ 3 زائد 2. 2 موجودة عندك؟ موجودة، يبقى 3 و2. مش هتلاقي أسهل من كده لحل السؤال ده. مثلها بمخطط سهمي. المخطط السهمي يا أستاذ الفاضل بتعمل مسقطين جنب بعض، واحد اسمه س واحد اسمه ص. السين فيها كام؟ فيها 0 و1 و2 و3. الصاد فيها كام؟ 2 3 4 5 6. وتحط لي نقطة قدام كل عنصر عشان خاطر أوصل منها. يلا يا أستاذ الفاضل. 0 و5، 0 و5 من النقطة للنقطة. وبعدين 1 و4، 1 و4. وبعدين 2 و3. بعدين 3 و2. ايه ده بقى كده؟ ده المخطط السهمي. هل عين تمثل دالة ام لا؟ قبل ما اتكلم اقول او لا، هتروح للمخطط السهمي. هتبص لي على عناصر س، كل عنصر لو خرج منه سهم تبقى دالة. الصفر خرج منه، والواحد
والاثنين والثلاثة يبقى اقول له عين دالة. لازما يقول لك ولماذا، لازم عشان كده لازما نحفظ التعريف ده. هقول له لأن كل عنصر من عناصر س يخرج منه ايه؟ قال لي سهم واحد فقط. كل عنصر من عناصر س يخرج منه سهم واحد فقط. ده كده السؤال العاشر في امتحان المحافظة الجميلة دي، سهلة قوي وجميلة قوي. عايزك تاخد بالك لو سمحت، عشان عندنا في القاهرة كتير قوي مسائل التغيرات الطردية والعكسية ما بقاش يعمل العلامة دي، العلامة دي ما بقاش يعملها. ليه؟ عرف ان الطلبة كلها معلمة الدرس بالعلامة دي، فيقوم عامل ايه؟ يقوم كاتبها لك بالعربي، يرخم عليك. بس ان شاء الله انا مديك كل الافكار دي. بقول لك الف تتغير عكسيا بتغير ب، تقوم حضرتك وحضرتك رايح قايل لي بما ان الف كلمة تتغير بنعمل علامة ضرب ونقفلها من ورا. عكسيا يعني واحد على اللي موجود بعد كلمة عكسيا، بتغير ب يبقى واحد على ب. اديني حولت الصيغة العربية لحروف. كمل يا استاذ. هقول له اذا الف هتشيل علامة التغير وتعمل بتساوي ميم. لا اسف معذرة، ده التغير عكسي مش طردي. اصحى شوية. هقول له الف بتساوي الواحد ده بيتحط مكانه ميم والب تنزل زي ما هي. الواحد في العكس بيجي مكانه ميم. وبعدين يا استاذ بضرب دول في بعض، الف في ب يديني الف ب والميم تنزل زي ما هي. وبعدين هعوض عن الالف بكام؟ قال لي الالف ب 12 بينهم علامة ضرب. الب بكام؟ الب ب 8. اعمل بتساوي ميم. يبقى الميم بتساوي 8 في 12 يديني 96. جبنا قيمة ميم. هقول له إذن خد الميم وحطها مكانها. يبقى أقول له إذن ألف ب بتساوي 96. وتبقى دي هندسة العلاقة بين ألف وب هي. هتكتب الجملة دي ألف ب بتساوي 96. يعني إحنا بعد ما بنحط الميم اللي جبناها ب 96 دي، مجرد ما بحطها مكانها هنا كده انا جبت العلاقه بين الف وباء. المطلوب الثاني عاوز قيمه، هنقله من المساله اهو، ب عندما الف بتساوي 2. طيب وريني يعني ايه. قال لي قيمه ب عندما الف 2 هتشيل الالف دي وتحط لي مكانها 2، وبعدين الباقي ينزل زي ما هو، يبقى 2 ب بتساوي 96. طب انا عايز قيمه الب، اقسم على اللي قدام ب، يبقى اقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين. تقوم الاثنين دي ماشيه مع الاثنين دي، تقوم طالعه الب 96 على الاثنين. قالت اهي ما تتعبنيش ولا تتعب نفسك. 96 على الاثنين يساوي 48. انا مش عايز اخسر اي حاجه، كل حاجه اعملها بالاله. 48 جبنا الب ب 48. سؤال تغير عكسي مهم جدا، موضع امتحان ان شاء الله. سؤال رقم 12 مثل بيانيا. خلاص بقى احنا فهمنا البياني ده، بس طبعا احنا مضطرين نحل عشان الطلبه تتاكد من اجابتها. هنعمل يا استاذ الفاضل جدول مكون من خانتين، الخانه الاولى س والخانه الثانيه داله س. داله س. وبعدين هتطلع الاله الحاسبه بتاعتك. طلعي آلتك يا انسه. مود تيبل 7. شوف انت عندك رقمها كام. طلع اف اكس يساوي اف اكس، يعني داله س بتساوي. عايز اكتب س على الاله. س على الاله بزرارين، الفا قوس القوس اللي جنب سيد، عارف سيد؟ الفا قوس اهو، الفا قوس طلعت س تربيع، ادي التربيع، ناقص 2 س ازاي؟ الفا قوس وبعدين يساوي. كتبت ستارت يعني البدايه، بدايه الفتره -2، اعمل -2 يساوي. كتبت الآلة اند يعني النهاية كام؟ النهاية 4 يساوي، واعمل يساوي تاني. طلع الجدول -2 و8، وبعدين -1 و3، 0 و0، 1 انزل تحت، 1 و-1، 2 و0، 3 وكام؟ 3 و3، 4 وكام؟ 4 و8. طلع بتاعنا مظبوط ان شاء الله، جدولنا طالع مظبوط. يلا نرسم. ادي الشبكه البيانيه المتعامده،
نطلع فوق شوية بعد إذنكم. ادي الأعداد الموجبة 1 2 3 4 5. ادي السالبة، ادي السالب، ادي الموجب، يلا سالب 2 و8، سالب 2 واطلع 8، سالب 1 و3، سالب 1 واطلع 3، 0 وصفر. فين 0 وصفر يا مستر؟ اهي في النص اهي، اسمها 0 وصفر. 1 وسالب 1، 1 وانزل سالب 1، بعدين 2 وصفر، 2 وصفر، 3 و3، 3 واطلع 3، 4 و8، 4 واطلع 8. وبعدين هوصل عادي خالص بايديا. ممكن الرسمه تكون فيها هزه شويه لان طبعا ما بنرسمش على ورقه رسم بياني، بس يعني بالنسبه ان هي من غير ما يعني رسم بياني بفضل الله برضو واخده شكل المنحنى بتاع الداله التربيعيه. كده انا رسمت المنحنى بتاعي. ايه المطلوب مني؟ مطلوب منك الثلاث مطالب. تعالى يا باشمهندس. اول حاجه عايزين نقطه راس المنحنى. اجيبها ازاي؟ مش اول مطلوب كده؟ احداثي نقطه راس المنحنى. ماشي، هتروح للجدول اللي انت مطلعه بالاله. اتفقنا بناخد الرقم ده مع ده، بتلاقيهم زي بعض، والرقم ده زي الرقم ده، والرقم ده زي ده. هي دي نقطه راس المنحنى. كام وكام؟ قال لي 1 وسالب 1. 2. المطلوب التاني عايز القيمه العظمى او الصغرى. هقول له القيمه دي عظمى ولا صغرى دي؟ خد بالك في طلبه ما بتعرفش تفرق عظمى عن صغرى. هقول لك جمله مفيده وحلوه تعجبك قوي. الرسمه لو رقم 7 تبقى صغرى. ليه؟ ما احنا عندنا المنحنى يا اما 7 يا اما 8. السبعة اصغر من الثمانية. طب دي 7 يبقى القيمة الصغرى بتساوي القيمة الصغرى. باخد الرقم الثاني اللي هو كام؟ اللي هو سالب 1. 3. عاوز ايه في المطلوب الثالث؟ عايز معادلة محور التماثل. معادلة محور التماثل دي هقول له س بتساوي وتاخد الرقم الاولاني في نقطة رأس المنحنى. كده انا جاوبت المسألة بتاعتي بفضل الله. تاخد التلاتة من 3 كاملين من غير ما يشيل منك ولا درجة. شوف بعد كده السؤال رقم 13. سؤال حلو قوي بيتكلم على خواص التناسب. مديك نسبة بتساوي نسبة. قلت مرارا وتكرارا طالما في نسبة بتساوي نسبة هتروح تقوم عامل لي مقص على طول. ما تفكريش ولا تفكر. يلا 2 في س ب2 س ناقص 2 في 2 ب4 والصاد تنزل. 1 في س بس زائد 1 في 3 ب3 والصاد تنزل. 2 في س و2 في 2. 2 في س ب2 س. 2 في 2 ب4 والصاد نزل. 1 في س بس 1 في 3 ب3. هتجيب السين مع السينات والصاد مع الصادات. يعني هقول ايه؟ هقول 2 س دي موجب س تروح له ايه؟ سالب س. طب دي سالب 4 صاد تروح ايه؟ 4 صاد. وفي الناحية التانية 3 صاد. تاني كده الحتة دي. بص يا استاذ، بص يا ابله، هنا في س وهنا في س. خلاص جمع السينات مع بعض فهتودي السين دي عند الاتنين س. طب هي موجب س راحت سالب س اهي 2 س ناقص س. طب دي 4 صاد ودي صاد، وديت الصاد للصاد هي سالب 4 راحت موجب 4. 2 س ناقص س يبقوا س. 4 و3 7 صاد. هو عايز ايه؟ عاوز صاد على س. خد بالك وخدي بالك، صاد على س يعني هو راح من الصاد للسين. تقوم انت راجع بالارقام. هنا في كام؟ 1 وهنا في 7 يبقى صاد على س بتساوي سبع. سؤال جميل جدا وخد بالك منه، خدي بالك منه. هشوف سؤال رقم 14. خاصية ميم بس جايبها لي في صورة إثبات. هتروح حضرتك وحضرتك الأول. بما أن س على 2 صاد على 5 عين على 7 واحط الثابت بتاعي. إذا السين بتساوي 2 ميم اهي. السين بتساوي 2 ميم. صاد بتساوي 5 ميم. عين بتساوي 7 ميم. خلصت من أول جزئية.
اي سؤال اثبات هتروح تقول لي الطرف الايمن. فين الايمن؟ اللي قبل علامه يساوي 5 ص ناقص 3 ع على 2 ع ناقص 3 س. نقلت يا باشمهندس الطرف الايمن من المساله، وما تنساش تعملي الخطوات دي كامله عشان تاخد الدرجات. طيب الخمسه هتنزل بينهم علامه ضرب، هتشيل ص وتحط قيمتها. ص بكام؟ ب5 م ناقص التلاتة تنزل بينهم علامة ضرب، هتشيل عين وتحط كام؟ 7 م. انزل تحت 2 في، هتشيل عين وتحط 7 م ناقص 3 في، هتشيل س وتحط 2 م. حلو قوي. هفك البسط بتاعي. 5 في 5 ناقص 3 في 7 بالآلة بتاعتك تديك 4 م. 2 في 7 ناقص 3 في 6 يديني 8 م. الميم تروح مع ميم 4 على 8 يعني نص. كده الطرف الأيمن طلع بنص. تعال امسك لي الطرف الأيسر. فين الأيسر؟ الأيسر اللي بعد علامة يساوي اللي هو كام؟ الأيسر نص والأيمن نص، يبقى إذا الطرفان مالهم؟ متساويان. مسألة جميلة مهمة حلوة، خد بالك منها، خدي بالك منها. دخلت بعد كده على تناسب تاني. إذا كانت ب وسطا متناسبا من أ وج. اتفقت معاكم الخاصية دي بالذات ليها قانونين. لو المسألة بتاعتنا فيها تربيع هستخدم القانون اللي بقول لك عليه ده. هتروح تقول لي بما أن ب وسطا متناسبا بين أ وج، إذا هتربع الب دي، هتقول لي ب تربيع بتساوي أ ج. طالما قال لي ب وسطا متناسبا بين أ وج بنربع الوسط ونساويه بالحدين دول، فبقول ب تربيع بتساوي أ ج. امسك لي الطرف الأيمن. فين الطرف الأيمن؟ قال لي الأيمن اللي قبل علامة يساوي اللي هو اسمه أ تربيع على ب تربيع زائد ب تربيع على ج تربيع. تعال نفك. أ ما عنديش أ، ب تربيع أشيلها وأحط مكانها أ ج، ب تربيع أشيلها وأحط مكانها أ ج، ج تربيع زي ما هي نزلت. أنت بتعمل إيه؟ أنا شغال في الوسط المتناسب على حرف واحد يا صديقي. الحرف ده اسمه ب تربيع. أي ب تربيع تقابلك حط مكانها أ ج. طب دي أ نزلت، ب تربيع حطيت مكانها أ ج، ب تربيع حطيت مكانها أ ج، ج تربيع نزلت زي ما هي. وبعدين تعالى معايا نشوفه بعدين. الألف دي تمشي مع واحدة من فوق، اتبقى لك أ على ج. الجيم دي تمشي مع ج من تحت، اتبقى لي أ على ج. تعرف تجمع الكسرين دول؟ ده من ابتدائي الكلام ده. المقام موحد يعني المقام زي المقام، بتاخد نفس المقام وتجمع البسط. أ وأ يبقوا 2 أ. كده الطرف الأيمن 2 أ على الجيم. تعال امسك لي الأيسر كده، هقول له الأيسر 2 أ على ج. إذا الطرفان متساويان. شوف سؤال 16 آخر سؤال معايا بفضل الله. احسب الانحراف المعياري. قلت لك وقلت لك ما ينفعش أجيب انحراف معياري إلا لما أجيب إيه؟ برافو عليكم، وسط حسابي اللي هي س شرطة. هنبدل الفاصلة بزائد، يبقى 3 زائد 6 زائد 7 زائد 9 زائد 15 على 5 بتساوي كام؟ فك كده معايا. دول 15 و15 30 و10 40 على 5 فيها 8. هتعمل لي جدول مكون من 3 خانات. س ناقص س بار، س ناقص س بار الكل تربيع. السين بكام؟ اللي هي القيم اللي عندي 3، بعد كده 6، بعد كده 7، بعد كده 9، بعد كده 15. طيب الخانة التانية س ناقص س بار، هتاخد ال3 وال6 وال7 وال9 وال15 ناقص البار. البار طلع كام؟ البار طلع 8. البار 8 اشيل كله من 8. يلا
اطرح كله من 8. 3 ناقص 8 سالب 5. 6 ناقص 8 سالب 2. 7 ناقص 8 سالب 1. 9 ناقص 8 1. 15 ناقص 8 7. الخانة التانية اللي طلع اضربه في نفسه مرتين. سالب 5 في سالب 5. سالب 2 في سالب 2. سالب 1 في سالب 1. 1 في 1. 7 في 7. فك يا أستاذ. سالب 5 في سالب 5 ب 25. سالب 2 في سالب 2 ب 4. سالب 1 في سالب 1 ب 1. 1 في 1 ب 1. 7 في 7 ب 49. طلع الآلة بتاعتي هجمع دول. كام؟ 25 زائد 4 زائد 1 زائد 49 يساوي، راح مديني 80. كده المجموع بتاعي 80. تعالى بقى نقفل مسألتنا صح. هقول له الانحراف المعياري بيساوي جذر تربيعي مج س ناقص س بار الكل تربيع على ن. الجذر هينزل. المج بكام؟ قال لي المج ب 80. النون عددهم 2 4 5. هتفك بالآلة وتطلع الناتج. وكده وصلت لنهاية محافظتنا الجميلة. صديقي انت بفضل الله سبحانه وتعالى مؤهل، واديك كل مرة بتقعد قدام مني تسمعني بتبقى انت حل المحافظة قبل انا ما اجيلك، ولكن انت وعدك قدامي دلوقتي تحصيل حاصل، بتصحح الامتحان لنفسك. فان شاء الله رب العالمين هنخلص ال20 محافظة كاملين، وبعد كده هننزل بأسئلة القاهرة من اول 2000 لحد 2025 ان شاء الله. القاهرة بس عشان الامتحانات بتبقى تقريبا كلها نفس فكرة القاهرة، مش عايزين نجيب اي محافظة غريبة. وفي نفس الوقت احنا خلصنا محافظات كلها، فانت فهمت دماغ المحافظات كلها فيها ايه. انتظرني الفيديو اللي جاي ان شاء الله محافظة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.